هذا الشخص هو من أشهر وأغنى المصارعين بالوقت الحالي، ويمكن ما قدر يوصل لمستوى شهرة جون سينا وباتيستا وذا روك، ولكنه يعتبر من أهم الأسماء بعالم المصارعة، لدرجة خلت كودي رودز يحكي عنه كشخص يقارن بجون سينا من ناحية الظهور والتطور الإعلامي. بس كيف قدر ذا ميز يحقق له النجاح هذا؟ وكيف صار واحد من أشهر الأسماء بهالعالم لأكثر من 10 سنين؟ مرحبا، أنا العساف، بعمل مقاطع أسبوعية على اليوتيوب، واليوم رح أحكي لكم عن ذا ميز وكيف صار واحد من أشهر المؤثرين بعالم المصارعة بوقتنا الحالي. لهيك بدون أي مقدمات طويلة خلينا نبلش. ذا ميز واسمه الحقيقي مايك ميزان، هو شخص ترك التعليم بالمرحلة الجامعية لأنه كان هدفه برامج الحياة الواقعية، وصدقني لما أقلك بهديك الأيام كانت هاي البرامج إشي كبير، وذا ميز قدر إنه يكون جزء من برنامج اسمه The Real World، وكان وقتها عمره 21 سنة لما قرر يترك الدراسة ويقبل بهالفرصة هاي. وبالرغم من شهرة هالبرنامج، ولكن شخصية ذا ميز ما كانت محبوبة جدا بهالبرنامج هاد، وكان مغرور بشكل كتير كبير، وهالإشي هاد خلاه يحاول يدخل عالم المصارعة من خلال الاتحادات المحلية، ولكنه كان غير مشهور وغير ناجح ببداياته. ولكن بسنة 2004 ذا ميز تم تقديمه لجمهور ال WWE عن طريق برنامج Tough Enough، وبالرغم من عدم فوزه بهذا الموسم، ولكنه كان من أشهر الشخصيات فيه هو وجون موريسون. وبسبب القدرات العالية بالبروموهات اللي كانت عنده، الاتحاد قرر إنه ياخده على الاتحاد التطويري لحتى يتحسن أكثر. وفينس ماكمان كان معجب بشخصية ذا ميز وشهرته ببرامج الحياة الواقعية، وحاول إنه يستغل هالشهرة بإنه يقدم ذا ميز كمقدم لفقرات بالعروض المحلية، وبعدها قرر إنه ينقله للعروض المتلفزة. وهذا كله صار بالوقت اللي كان الاتحاد فيه عم يخسر عدد كبير من الجماهير، وهالشي هاد ساعد بإعطاء ذا ميز فرصة ليقدم فقرة بتتعلق بعروض الأزياء للمصارعات. وخلال هالفقرة هاي كان أول لقاء بين ذا ميز وزوجته الحالية ماريس، وبعدها بلش ذا ميز يدخل بسيناريوهات بالحلبة، وكان عنده سلسلة انتصارات دامت لمدة شهرين قبل ما يتم إنهائها من قبل ذا بوغي مان. وهالسلسلة هاي ما كانت مهمة بالنسبة للجمهور، لأنه الكل أجمع على عدم احترام ذا ميز بسبب شهرته خارج الاتحاد، وهالشي هاد امتد لداخل الاتحاد، خصيصا لما تعرف إنه تم طرده من غرف تبديل الملابس من قبل كريس بنوا. وهالشي هاد خلى ذا ميز يستخدم الحمامات العامة بكل مرة بيكون فيها جزء من العروض لمدة 6 أشهر. ولكن أندرتيكر أمر ذا ميز بالعودة لغرف تبديل الملابس ومنع الكل من التعرض له، ولكن هالشي هاد ما خلى زملائه يتقبلوه بسرعة. وبسنة 2007 ذا ميز صار جزء من عرض ECW، وكان عنده فقرات وسيناريوهات مهمة فيه، ويمكن أهمها منافسته للقب العرض ضد CM Punk. ولكن مع كل هاد ما كان في أي إشي عم يميزه إلا لما تحالف مع جون موريسون، والفريق اللي شكلوه خلى الجمهور ينجذب إلهم وقدروا إنهم يفوزوا بالألقاب الزوجية بالعرض. وبفترة حملهم للقب كانوا عم يقدموا برامج خارجية، وكانت عم تنشهر بشكل كتير كبير بسبب المواضيع اللي كانوا يحكوا فيها وأسلوبهم بالطرح. وبسنة 2008 خسروا لقبهم، ولكنهم بقيوا أكثر فريق مؤثر بالاتحاد، واستمر هالتأثير لسنة 2009، لأنه بهاي السنة بينفصلوا عن بعض بعد ما خسر ذا ميز مباراته بسبب جون موريسون. وهون بلشت شخصية ذا ميز تتطور أكثر وغيرت كل حياته، لأنه بلش يقدم نفسه كشخص رائع بكل إشي بيعمله، وقدر إنه يفوز بلقب الولايات المتحدة بعد ما هزم كوفي كينغستون، وبلش يجهز شخصيته لتكون بالحدث الرئيسي. وهالرحلة هاي خلته يتطور بشكل كتير كبير، وبسنة 2010 اتحالف مع البيج شو وفاز بلقب الزوجي للمرة الثانية، وهو حامل هذا اللقب كان برضه حامل لقب الولايات. وبعرض راسل مانيا 26 لعب ضد شريكه السابق جون موريسون وفاز عليه وقتها، ولكن بعد هالعرض تحالفه مع بيج شو انتهى، وبيدخل بعدها ذا ميز بعداء مع واحد من أشهر المصارعين اللي هو بريت هارت. وبالفعل قدر بريت هارت انه يفوز بلقب الولايات بعد ما هزم ذا ميز. ولكن الدفعات اللي كان عم يحصل عليها ذا ميز ما انتهت هون، خصيصا لما تعرف انه فاز بحقيبة ماني ان ذا بانك بسنة 2010، والكل عرف وقتها انه فينس ماكمان عم يخطط يخلي ذا ميز هو بطل الاتحاد. وبنفس الوقت كان ذا ميز عم يدرب بعرض NXT، وهالشي هاد خلى الجمهور ياخده بشكل جدي أكتر بسبب طريقة تعامل الاتحاد معه. ولكن للأسف شخصية ذا ميز كانت مكروهة بشكل كتير كبير من الجمهور، وازداد هالشي هاد بعد ما دخل بعداء مع دانيال براين بسنة 2010. ولكن بآخر السنة ذا ميز بيستخدم الحقيبة ضد راندي أورتن، وبيقدر يفوز بلقب الاتحاد لأول مرة بحياته. وهاللحظة هي تم وصفها بأكتر لحظة كرهها الجمهور بسنة
2010. وبالفعل الكل كان عم يعادي هالشخص، مش بس بالجمهور بل داخل الاتحاد، لأنه كتير مصارعين اعترضوا على فوز ذا ميز باللقب، ويمكن أهمهم كان سي ام بانك. وفوزه باللقب خلاه يلعب دور مهم بالعداء بين جون سينا وذا روك، لأنه بعرض رسلمانيا 27 لعب بالحدث الرئيسي ضد جون سينا. والصدمة إنه ذا ميز قدر يفوز بهاي المباراة بعد ما ساعده ذا روك، وهالشي هاد كله بناء لمباراة سينا ضد ذا روك بسنة 2012. المهم بعدها ذا ميز بيخسر اللقب لجون سينا، ولكنه ما استسلم وعمل تحالف مع ار-تروث، وعملوا فريق ذا اوسم تروث اللي كان وقتها اشي كبير، ودخلوا بعداء مع تريبل اتش، جون سينا، البرتو ديل ريو وسي ام بانك. وهالشي انتهى بعرض سيرفايفر سيريس 2011 لما لعبوا ضد جون سينا وذا روك، وهي كانت اول مباراة لذا روك من وقت اعتزاله بسنة 2004. وبالرغم من خسارتهم ولكن هالمباراة كانت من اكبر المباريات بمسيرة ذا ميز. وبعرض رو 1000 ذا ميز بيقدر يفوز بلقب القارات، وبتبلش سلسلته مع هاللقب، وتحول بعدها ذا ميز للشخصية المحبوبة، وصار يروج لنفسه كأكبر المحبين لريك فلير. ولكن الشخصية المحبوبة لذا ميز كانت مش ناجحة كتير، وهالشي هاد بسبب الكره الطبيعي اللي كان مشهور فيه، والكل اجمع انه هالشخص انجح بالشخصية الشريرة. وبسنة 2013 ذا ميز رجع وفاز بلقب القارات، ورجع خسره بعد يومين، وهالسنة كانت فاشلة بالنسبة له، ودخل بعداوات بلا اي معنى، ولكن برضه عمل عداوة واحدة مع راندي اورتن وكانت جيدة. وبسنة 2014 بيرجع وبيدخل عالم افلام هوليوود، وقدر انه يحقق نجاح بسيط هنيك. وباخر السنة رجع للاتحاد، ولكن هالمرة رجع بشخصية الممثل المشهور، ودخل معه داميان سانداو اللي كانت مهمته تقليد ذا ميز بكل إشي. وهالشخصية اللي قدمها داميان كانت ناجحة وبلشت تغطي على ذا ميز، وهالشي هاد خلى الاتحاد يقرر انه يفصلهم بسنة 2015. وهالشي هاد صار بعرض رسلمانيا، وبعدها دخلوا بعداء، ولكن للأسف تم دفن داميان سانداو بهذا العداء. ولكن هو بالمجمل سنة 2015 الاتحاد ما كان قادر على اعطاء كتير نجوم الاحداث الرئيسية، كونه كان عنده اسماء كبيرة عم يحاول يبنيها كانت اهم من داميان سانداو. وبسنة 2016 ذا ميز بيرجع وبيدخل عداوات على لقب القارات، ولكن هالمرة دخل معه بالسيناريوهات زوجته ماريس، وبالفعل ادخالها نجح لانها عملت نقلة بشخصية ذا ميز، وصارت العالم ترجع تحب تحضر بروموهاته، خصيصا بعد ما تم فصل العرضين الرئيسيين للاتحاد. وتم ادخال ذا ميز بعداء غير مباشر مع مدير العرض اللي كان دانيال براين، واستمر ذا ميز بملاحقة لقب القارات، ولكن ما كان على قدر الحدث الرئيسي وقتها. ولكن سيناريو واحد قدر انه يغير كل هالشغلات هي، وكان ضد دولف زيجلر اللي حط مسيرته بالاتحاد مقابل لقب القارات. وبالفعل قدر انه يفوز باللقب من ذا ميز، ويمكن هاي واحدة من اشهر عداوات ذا ميز ودولف زيجلر. ليستمر ذا ميز بعدها بعداء تاني كان ضد دين امبروز، وهالشهرة هاي خلته يكون جزء من مباراة بعرض رسلمانيا بينه وبين جون سينا. وبعدها حاول الاتحاد انه يرجع عداء ذا ميز ودين امبروز، ولكن هالمرة دخل الميز توراج اللي كانوا بودي جارد لذا ميز. ولكن اعادة السيناريوهات ما دائما بتنجح مع الاتحاد، ولهالسبب هذا قرر فينس ميكمان انه يستغل شهرة ذا ميز ويعمل عداء مع رومان رينز، والهدف هو تقديم شخصية رومان رينز كبطل القارات قوي. وصدقني هذا كان الهدف الوحيد، لانه رجع وخسر اللقب لذا ميز بعدها بفترة مش طويلة، واستمر بهالسنة بعداوات فارغة وبمنافسات الميكس تاج تيم ماتش، وخسر لقب القارات بعرض رسلمانيا 34. ولكن بعدها دخل بعداء مع العائد دانيال براين، وهالسيناريو هذا الكل توقع انه ينجح بسبب البناء الطويل له، ولكن للاسف السيناريو كان فاشل بكل معنى الكلمة. واستمر ذا ميز بعداءات غير مهمة، يمكن أشهرها ضد شين ميكمان، وفازوا سوا بلقب الفرق بسنة 2019. ولكن شين ميكمان بينقلب عليه، وصارت بيناتهم مباراة غير مهمة بعرض رسلمانيا. وبسنة 2020 ذا ميز شكل فريق مع جون موريسون، وما راح أحكي لكم عن فشل هالتيم هاد لأنه كان ممل وتقليدي، ويمكن أسوأ فترة بحياة ذا ميز. ولكن الاتحاد أنقذ السيناريو هاد لما خلى ذا ميز يحمل الموني إن ذا بانك ويعمل كاش إن على درو ماكنتاير ليخسر اللقب بعدها لبوبي لاشلي. ومن وقتها ذا ميز ما عاد قدم اي شيء مهم بمسيرته، وصار يدرب المشاهير اللي يدخلوا الاتحاد، وصرنا نلاحظ انه الاتحاد بلش يتجاهل هالشخصيه. وبسنه 2024 رجعوا وعمل تيم مع ار-تروث، ولكنه كان شيء تقليدي برضه، وفازوا باللقب تقديرا لجهودهم بالاتحاد، وبعدها خسروه. والشيء اللي يميز ذا ميز عن باقي المصارعين هو حفاظه على نفسه من الاصابات، واسلوب لعبه اللي خلاه متواجد بكل سنينه وما غاب بولا اصابه.